أنواع ومنتجات من الأكل وعن خطورتها. بحلقة الليلة الأكلة الأحب على قلب أولادكم التشيكن ناجتس، كيف بتتصنع، شو بيدخلها. منتابع التقرير ورح نرجع نناقش. كل الأولاد بتحب الناجتس. بالمطعم بس تظهر العيلة بيطلبوا الأولاد ناجتس. بأعياد الميلاد وجبة الأطفال المفضلة ناجتس. بالبيت بس ما تعجبهم الطبخة منقلي له الناجتس. المنكهات الاصطناعية بتحسن له طعمته، بس رغم هالشي كتار منا بحسوا انه في طعمة غريبة. التجربة كتير بتختلف لما نعرف شو عم ناكل، والأهم لما نشوف كيف بيتصنع الناجتس قبل ما ناكله. ميات أفلام الفيديو على الإنترنت بتفرجي طريقة التصنيع يلي لو اختلفت بين مصنع والتاني ببعض التقنيات، إنما بتضل عم تنتج دجاج صناعي ممزوج مع بقايا الشحوم والجلد والعظم. وبتوصل الأمور ببعض المصانع لتخطي عملية الذبح الحلال بالذبح مباشرة على المكانات. الدجاج الصغير أو الصيصان بينحطوا بالنتافة هن وبعدهم عايشين، بيشيلوا الراس وبيضل الصوص بعظامه مثل ما هو. بفوت على مكنة تضغطه وبتشيل العظم وبيبقى القشر، وبعد ما ينشال الصدر والفخاد بيضل بقايا اللحم والشحم، وقشر العظم بينطحن وبيتحول لمعجون لونه زهري بيشبه الايس كريم. بهالمرحلة بينزاد عليه منكهات اصطناعية ومواد حافظة مثل الصويا والفوسفات والنشا، والأهم بينزاد عليها مادة جلوتامات أحادي الصوديوم. هالمادة المسؤولة بشكل أساسي عن البدانة، بتحفز الدماغ على الأكل وبتتسبب بتعلق الشخص بالمادة يلي عم ياكلها، لأنه بتخلي الغدد تفرز محفزات الشهية. عدا عن الدراسات يلي بتربط بين هالمادة ومرض ربو الأطفال. هالمزيج من شحم ولحم وقشر العظم مليانة هرمونات بتساعد على نمو الدجاج بسرعة قبل ما تصير بجسمنا وتسبب لنا خلل هرموني وأمراض عديدة. الطباخ العالمي جيمس أوليفر خصص أكثر من جلسة توعوية للأطفال من عدة مدارس عن كيفية صنع الناجتس بالتحديد لتحفيزهم على الابتعاد عنه. What's the good meat? That or that? That. And what kind of meat is that? The hormone. Okay. حكي جالس اختبر ردود فعل طلاب مدرسة المركزية جونيي على مشاهد تصنيع الناجتس. الدهشة، المفاجأة، القرف، الغثيان والصدمة كانت واضحة على وجوه الطلاب. قرفنا لأنه بعدهم عايشين وكتير زعلنا.